السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. ورجعنا لكم النهاردة فيديو سهل وبسيط جدا، وهو إزاي تعملي كشري. الكشري حلة الواحدة زي ما انتم شايفين أهو. معانا حاجة بسم الله ما شاء الله، مفرفر المكرونة والعدس بجبة والسباكيتي والشعرية الجميلة. طبعا احنا غرفنا لكم طبق اهو زي ما انتم شايفين، حاطين البصل وحاطين الصلصة بتاعتنا، والصلصة الجميلة بتاعتنا هي حاجه بسم الله ما شاء الله. طبعا عايزين تعرفوا الشيف ابراهيم حسن ازاي عمل كشري الحله الواحده بخطوات سهله وبسيطه جدا ومتوفره في كل البيوت. وطبعا عملنا شويه سلطه كده متقطعين بطريقه عشوائيه، يعني مش متقطعين بطريقه احترافيه يعني، وتبلناهم تتبيله بسيطه جدا. طبعا عايزين تعرفوا الشيف ابراهيم حسن عمل ازاي الكشري الحله الواحده، يا ريت تتابعونا على القناه وما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. يلا بينا على الفيديو بتاعنا بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنبدا معاكم المقادير النهارده، الصنف اللي احنا هنعمله معاكم النهارده او الفيديو اللي احنا هنعمله معاكم النهارده، وهي ازاي نعمل عمليه اقتصاد او نقتصد طريقه عمل الكشري بطريقه سهله وبسيطه جدا ومتوفره في كل البيوت، ومش هيكون مكلف على ستات البيوت. اول حاجه احنا هنعمل الكشري كله في حله واحده، يعني مش هنسلق المكرونه ونسلق الاسباجيتي وبعد كده نعمل رز بشعريه ونعمل القصه دي كلها. لا، احنا هنعمله معاكم النهارده بطريقه سهله وبسيطه جدا. وهي اول خطوه بنعملها، بنحط حله على النار زي كده ونحط فيها زيت، وهنبدا نحط البصل بتاعنا. البصل بتاعنا على حسب التقطيعه اللي انت عايزاها عشان ناخد الزيت اللي هيطلع منه اهم حاجه في الكشري ان احنا بنحمر البصلايه بتاعتنا زي كده. البصله على حسب ما تقطعيها، عايزه تقطعيها شرايح، عايزه تقطعيها بالنوع ناعم زي كده، مفيش منه مشكله خالص. احنا بنقطع البصل زي كده وبنحطه في الزيت، وبعد كده نستخدم الزيت اللي بيتقلي فيه البصل، بيدينا نكهه كويسه في الكشري وفي طعم الكشري. في الجنب التاني احنا حاطين الجبه اهو زي ما انتم شايفين، حاطين له شويه ميه هيغلي غلوتين عبل ما نحمر البصلايه ونحمر المقادير بتاعتنا. هيكون العدس استوى، لان هو بياخد وقت عن الرز بتاعنا المصري وبياخد وقت عن الحاجات اللي احنا هنحطها في الحله. فاحنا قلنا ناخد غلوه هنا، هنحط له بس فصين ثوم، هنتبله عشان يطلع معانا برضو الطعم كويس اهو. كده احنا حاطين الثوم وهنحط له شويه ملح شويه كمون. كده احنا حطينا الكمون بتاعنا، وهنحط الملح اهو. حطينا الملح بتاعك، انت هنحط شويه ملح كده يظبطوا الطعم بتاعنا. وهنقلبه تقليبه وهنسيبه على النار يتسبك ماشي يغلي. والبصلايه بتاعتنا بتحمر هنا اهي، هنغطيه. وهنا البصلايه بتاعتنا هتبدا تحمر اهو. وهنا البصلايه بتاعتنا بدات تاخد لون. احنا حطينا الطاسه بتاعتنا في الجنب التاني نعمل الصلصه بتاعتنا الجميله في نفس الوقت او في نفس ذات اللحظه. متزودش الزيت برضو كتير، وهنحط الثوم بتاعنا اهو. وكده زي ما انتم شايفين التومه بتاعتنا بدات تصفر. حطينا الكمون بتاعنا، شويه كزبره هما، واخر حاجه الملح بتاعنا، شويه ملح كده حلوين بيقولوا يانا اهوت. واخر حاجه شويه خل كده بيقولوا ايه يانا. ونحط مكعبين ماجي اهو. وبكده اصبحت الصلصه بتاعتنا جاهزه. هنحط الطماطم طبعا، تغمقش مننا اهو. كده عملنا الصلصه بتاعتنا واصبحت جاهزه. والكشري بتاعنا في حله واحده اهو. طبعا البصلايه الرايقه الجميله هي احمرت اهو. الصلصه زي ما انتم شايفين، حطينا التوابل، حطينا الخل، حطينا كل حاجه.
كشري بطريقة غير مكلفة خالص. حمرنا فيه البصلاية الرايقة. وبكده في نفس الحلة هنحط كده. حطينا المرمرية بتاعتنا او المكرونة مصوصة اهي. هي اول حاجة بنحطها. حطينا الزيت اللي احنا قلينا فيه البصل، بيدينا تيست عالي قوي اهو. وهنا بعد ما حطينا المكرونة المرمرية بتاعتنا هناخد الاسباجيتي، هناخدها على 4 زي كده اهي عشان تحمر معانا برضو اهو. كده حطينا الاسباجيتي وحطينا المرمرية. هنسيبهم بقى ياخدوا لون مع بعض ونرجع لكم تاني لما يلونوا، قبل ما ننزل بالشعريه بتاعتنا او بالرز او نعمل اي خطوه. انتوا معانا خطوه بخطوه اهو. جميل. زي ما انتم شايفين المرمريه والسباكيت بتاعنا بدأ يحمر. كده هننزل بالشعريه بتاعتنا طبعا عشان الشعريه ما تاخدش وقت، مخلينها للاخر اهو. هنبدأ نقلب تاني لحد الشعريه برضه هتاخد اللون. كده اصبح فاضل الرز وفاضل ايه؟ وفاضل العدس. ونقلب على طول عشان مفيش حاجة تحمر عن حاجة وزي ما انتم شايفين هو كده اللون بتاعنا، بس هي الكاميرا جايبه اللون مختلف عن اللي موجود قدامنا خالص، يعني ممكن يكون في الكاميرا افتح شويه. كده حطينا الرز بتاعنا اهو. هنقلب الرز اهو زي ما انتم شايفين. طبعا هنبهر الرز بتاعنا كمان رافع اهو. بس كده نحط بقى ايه؟ نحط فص توم اهو، نحط ملح كده، حطينا الملح، شوية كزبرة، شوية كمون اهو، فلفل اسود حطينا كل الورق بتاعتنا ونقلب. حطينا الملح، حطينا الكمون، حطينا الكزبرة، حطينا فصين توم. هننكل الرز بتاعنا بس شوية كده. نجيب برضو مكعب ماجي عشان ننزل بالعدس بتاعنا. واصبح الكشري بتاعنا او كشري الحلة الواحدة اصبح كله جاهز. اكلة اقتصادية، بدل ما نبعت نجيب كشري من بره او نجيب علب كشري من بره. اقل علبة دلوقتي 15-20 جنيه. كده يبقى احنا عملناه في البيت. هنحط مكعب ماجي كمان اهو. وكده حطينا، شايفين اللون عامل ازاي يا جماعة؟ الرز كده هنجيب العدس بتاعنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. كده حطينا العدس، حطينا الرز، حطينا المكرونه، حطينا التوابل، كل حاجه قدامكم اهي خطوه بخطوه. في تركايه بقى جميله كده هنعملها مع حضراتكم دلوقتي اهو. هنجيب بقى في الصلصه الجميله بتاعتنا اللي احنا عملناها دي بالخل والثوم اهي. طبعا الصلصه طبعا كده استوت اهي. هنجيب كبشه زي كده ونسقسق الرز بتاعنا اهو. كده فاضل الميه بتاعه الرز بتاعنا اهو. الله على الريحه، الريحه مش عايز اقول لكم تحفه اهو. كده هننزل بالميه بتاعتنا اهو. كله سخن اهو.
ويا دوبك الميه تغطي الرز بالمكرونه بتوعنا، لان كده كده كل حاجه واخده سوا معانا اهو. قمنا يا دوبك شويه الميه يا دوبك، بس اهم حاجه تكون الميه اللي احنا بنحطها هنا دي تكون بتغلي. وهنغطي الحله بتاعتنا ونسيبها تغلي ونقول لها روحي يا نورماندي توم. اما زي ما انتم شايفين الكشري حله الواحده طلع حاجه بسم الله ما شاء الله اهو، وما خدش معانا وقت زي ما انتم شايفين اهو. المكرونه، العدس، الشعريه، كله بسم الله ما شاء الله اهو. صلى على النبي اهو. ولا بقى سلقنا ده لوحده اهي. المكرونه، العدس، الشعريه اهو، كله اهو قدامكم خطوه بخطوه. طعمه مش عايز اقول لكم عامل ازاي، تحفه. طبعا هنظبط الطبق ده معاكم اهو. نحط الصلصه الجميله اهو. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اهو. ونجيب بقى شويه البصل الرايقين اللي على الوش دول اهو. اللهم صل على النبي. طبعا في نهايه الفيديو يا جماعه بنقول لكم ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مع الشيف ابراهيم حسن.